الحلقة الأخيرة. معلش ياما ثواني، في واد غلبان هنا هديله حاجة كده وهنروح على طول. براحتك يا واد، أنا مستنياك أهو. حماصة حماصة. ايوه انا جاي اهو. شوف الواد جاي يجري عليا ازاي، بحب فرحته قوي لما بيشوفني. حبيبي 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 حبيبي. خالتي اسكندريه، وحشتني يا خالتي. وانت كمان وحشني يا حماصة. معلش كنت بغيب عليك، بس ده ابني كنت ببعتهولك. ياما انت تعرفي حماصة كمان؟ ست اديني فرصة بهيرك بقى، مش هينفع كده. اخلص يا واد، يلا قول له حماصة جاي له ليه عشان نمشي. لازمته ايه بقى؟ ما تقولي له انت كده. طيب سمير جاي يقول لك خلاص البوليس قبض على الناس اللي سرقوا كلية ابوك وخد منهم الفلوس اللي معاهم، وابوك هيدخل المستشفى ويبقى كويس يا واد. لا ايه ده؟ لا فيروس مش تهريج. انا كفاءة قدها وقدود، انا يتفات لي بلاد وحدود، انا لو افكر يبقى انا اقدر، يبقى اذا انا بقيت موجود. سمرة، احنا اخر الشهر مش كده؟ ايوه. يبقى الزبونة اللي جاية هناك دي هتاخد ربع جبنة بيضة وربع رومي عشان سندوتشات مدارس العيال. انت الجبنة مش لعبتك يا ميزو، الزبونة دي هتعدي تبص ومش هتاخد حاجة. ايه ده؟ دي مشيت. ياض عيب عليك يا ابني العفاريت يا سمرة، تعالى قول لي هنا عرفت ازاي؟ يا ابني بكرة وبعده اجازة رسمي، كل سنة وانت طيب. مفيش مدارس، دي تلاقيها جاية تجيب بيكنج باودر او فانيليا عشان الكحك. الله، كل سنة وانت طيب يا سمرة. سمير عندي ليك خبر ب1,000,000 جنيه. ايه؟ ابوك رفض الجوازة؟ لا يا حبيبي، ما اتدبست ومش هتعرف تفلفص. امال ايه؟ عرفت انهم مسكوا الدملاوي والراجل بتاع شركة التلاجات ده بالصدفة امبارح، بس مكتمين على الخبر. ياه، ده ايه ده؟ خبر مفاجئ قوي ده، انا اتفاجئت جدا. احنا ربنا نصرنا، والله ربنا نصرنا عشان قلبنا ابيض. ده تلاقي بقى الفيروس اللي عملها ولا حاجة. بقول لك صدفة كمان لقوا معاهم أدلة على كل المتورطين في تجارة الأعضاء في مصر. يا سبحان الله، شوفي اهي بتيجي على اهون سبب تلاقي الفيروس اللي عملها اكيد. يا عم بقول لك صدفة يخرب بيت الفيروس اللي كان لك دماغك ده. لا ما اسمحلكيش كله الا اللي هو الفيروس يعني. انا كفاءة قدها وقدود، انا يتفات لي بلاد وحدود، انا لو افكر يبقى انا اقدر، يبقى اذا انا بقيت موجود. ايوه طبعا عارفه انهم قبضوا على الدملاوي، بس الحمد لله ربنا سلم وفنشنا العمليه امبارح من غير اي خسائر. يعني اول مره ياما، ما انت مقضيها عمليات واجرام 24 ساعه في ال25 ساعه. يا واد كنت خايفه عليك يا واد، انت لسه غر صغير الجناح قصير القامه. ماله ياما؟ ده ماله، بس للامانه انا كمان كنت خايف قوي. خايف عليا يا واد؟ انت تخاف عليك ياما؟ ده انا من ساعه ما الموال ده بدا وانا بسمع عنك، عن الفيروس يعني، بسمع حاجات تشيب، ضرب نار وهليكوبترات ونيكاراجوا والله اعلم في ايه تاني، وتقولي لي اخاف عليكي؟ ده انا خاف منك. طب يضحك عليا بكلمتين، قول لي ايوه ياما خايف عليكي، ده انت الخير والفيروس، اي حاجه تبل الريق، تبل رجي كده كواحده ست، ما تبقاش مدب كده يا واد وتروبش، ما هو الاهتمام ما بيطلبش. امال بتتعامل مع السنيوره بتاعتك ازاي؟ ذكيه، ما انا بعملها كده برضو بنفس الطريقه. تحتاني او الطريقه دي ولا ايه؟ اوطى من صديق السوق. ياضي احنا الستات نحب الكلمه الحلوه حتى لو بالكذب، لا وبنصدقه وبمزاجني، بالذات لو اللي بيقوله اللي عليه النية والعين. يعني انتوا ما بتحبوش جو انا اللي في قلبي على لساني والحاجات دي؟ بنحبها برضو. يعني اعمل ايه يعني اقول كلام حلو وكذب، ولا اقول اللي في قلبي، ولا اقول اللي على لساني، ولا اسكت؟ ده انت طلعت غشيم قوي. كله يا سمير كله، يا واد بلاش غباء، احنا بنحب كله. بقول لك ايه، انت قول اللي تقوله وانا هبقى لم وراك، بس المهم تقول. ماشي، ادينا هنروح نقابلها بكره الصبح هي وامها. انا مش فاهمه ايه لازمتها مقابله الكافيهات دي. سلو اليومين دول يا ستي بيتقابلوا بره، ام العروسه وام العريس، ولا اخته على ترابيزه والواد ياخد البت على ترابيزه تانية، يهروا في ودان بعض كده يعني. ولازمتها ايه؟ ما انت اصلا عارفها. مامها مش عارفه ان انا عارفها؟ بالله عليكي بقى، دي فكره فيديو جامده،
سيبيني اعمل بقى الفيديو قبل ما معتز يصحى. ما تعمل يا اخوي، اعمل. هو اني مستاب بعد ما تخلص ابقى قوم اغسل هدوم العمليه وكفايه عشان ما يقولوش ان الفيروس بقى معفن يا معفن. جو المدارس ده ورانا. بتبرطم تقول ايه يا واد؟ اخلص الفيديو واقوم اغسل عدة الشغل. حاضر. فنزاتي وحشني بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. الدنيا معايا ما كانتش جايه على الصحة خالص. دب مفيش شتيمة، بس الحمد لله ظبطت ومستني اخبار حلوة ان شاء الله. ادعوا لي بقى. صراحة الست اسكندرية امي هي اللي ادتني فكرة الفيديو ده. زمان لما كنت تحب تتجوز كان يقول لك ادخل البيت من بابه، دلوقتي بتدخل البيت من كافيهاته. والله، ومبقاش اسمه جواز صالونات، بقى اسمه جواز كافيهات. ليه؟ اول مقابلة بين اتنين هيتجوزوا بتبقى في كافيه. ليه؟ ما عندكوش ركنات تحت البيت مثلا، ولا في قطه على السلم؟ ما تفهمش. ويقسموها بقى، ترابيزه تقعد عليها هم العريس وهم العروسه، والواد والبت يقعدوا قدامهم كده على مرمى البصر تحت عينهم، لحسن الواد تعجبه ويضحك عليها ويقول لها هطلع لك فيزا شنجن، وياخدها على ساحل العاج. هطلع لك فيزا شنجن يا بت، وهي البت هبله وهتصدق. وبالنسبه للشاب بقى مش لاقي مبرر لمقابله الكافيه دي خالص الا حاجه واحده، عشان بعد كده يقول لها اديني خرجتك. عشان في الغالب لو اتجوزوا هي مش هتشوفها تاني، هي كل ما هتقول له ما بتخرجنيش هيستشهد بهذه اللحظه الفارقه، مش وديتك الكافيه، نسيت الكافيه، وهكذا. تلاقي البنت داخله مش طايقه نفسها وتحس ان هم ملبسينها بالعافيه. عارف وانت صغير لما امك كانت تلبسك قميص بكرانيش وبيون في عيد ميلادك، تبقى واقف زي اللهبل كده عامل زي الفرسان الثلاثه؟ ولو بنت تلبس فستان بدانتيل او دانتيل بفستان، والعريس بقى بيجي بماسك وحالق بقى ومتسشور، وغالبا بيلبس جزمه سودا ببوز. مش مهم بقى لابس ايه عليها، بنطلون بقى، شورت، جيبه اسكتلندي، مش مهم، المهم جزمه سودا ببوز. دي مش قصته، هو هيكذب في حاجات تانية. هيفهمها بقى انه مقطع السمكه وديلها والاخطبوط ورجليه والجمبري وشواربه، وان عروسه البحر قالت له اركب لك خياشيم وتيجي تعيش معايا في قاع المحيط، بس هو اللي رفض وجه الكافيه. هو يعني بيبقى جاي فاكر نفسه الشاب الفيمس شبح الكون، وهي فاكره نفسها نرمين الفقي، وهكذا بقى. قول لي هي مين نرمين الفقي دي يا سمرة؟ انت صحيت؟ دي نرمين الفقي يا سيدي، دي الاولى ثانويه عامه علم رياضه. سلام بقى فنزاتي، سلام. دلوقتي هقفل الفيديو وابقى اكمل لكم بعدين. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير وكل الحركات. ابذلوا مجهود يا شباب، ابذلوا معايا مجهود، سواء عجبكم الفيديو او ما عجبكوش. سلام. سمرة، ان شاء الله بقى نروح مشوارنا. يلا يا اخويا نروح مشوارنا، يلا. هجري وافلق الحق حلق يلا اتصرف، لا انا مقلق. هجري وافلق الحق حلق يلا اتصرف، لا انا مقلق. سمير، سيبني اتفق مع منتج الاغنيه. ازاي يعني؟ مش هو اللي هيغني؟ انا مدير اعمال وعارف مصلحته كويس، وبعدين مالك انت ومال شغل الفن والفنانين؟ ما هي زكية هتغني معايا برضو المرة دي. الناس عرفتنا مع بعض وحبتنا مع بعض في الأغنية الأولانية. اغني تاني ليه لا؟ ايه ده يا سمير؟ كمان انسه زكية هتغني معاك؟ وبعدين هتبقى مراتي. على فكرة انا لسه ما وافقتش. سمرة طلقها، طلقها يا سمرة. والله العظيم أنا عايش مع 2 هلاميين وفرز تاني، فرخ الراكون وأنثى الحبار. بس اسكتوا عشان المنتج جاي. هي يا حملة باشا البنكنوت. هي يا فنان. ايه يا شهرة؟ هو انتوا ليه قبل كل جملة بتقولوا ايه؟ ايه يا شهرة؟ ايه يا جملة؟ ايه يا حملة؟ ده أسلوب تحية كده، زي أسلوب النداء في العربي يعني. الله، مش دي البت بتاعت الكليب اللي فات؟ بت اما بتك. ايه يا سمير؟ ايه الراجل ده؟ يا ستي ما يقصدش يا ستي. ايوه يا كبير، هي يا كبير البت بتاعتي على فكرة عشان تيجي في الصح يعني. لا كده نظبط أداء. هو انت كمان هتقول لي بت يا سمير؟ بقول لك ايه بقى، احنا مش هنا في قاعة كبار الزوار، ساير الجو سايريه وسيبي معتز يتكلم. بص يا حبيبنا، احنا هنيجي معاك سكة كده ودغري. المرة اللي فاتت الفنان قال الكلام ولا مؤاخذة ما دقناش طعمه، لكن المرة دي بقى كلك ايه؟ كلك نظر كده ومفهومية. ما هو كان لسه بيستنن بردك يا حملة، واحنا ما قصرناش في حاجة. سوشيال ميديا وعمل، صحافة ونشرنا، اعلانات وجبنا جبنا. سمير ايه عاوزة ايه؟ سيبي دراعي. انا مش فاهمة بيقولوا ايه. انا فاهمة الكلمات بس مش فاهمة يعني الجمل كده لما بتتركب على بعضها. معتز بيقول له احنا ما كسبناش فلوس من الأغنية الأولانية، والراجل رد عليه وقال له إنها كانت أول مرة لينا، وإنه عمل كل حاجة وما قصرش. الكلام ده اتقال وانا قاعدة دلوقتي؟ بس بقى ودي الواد معتز فرصته، شكل الشغلانة دي جاية على مزاجه وهيأدي فيها كويس.
طب وعدم اللامؤاخذة، ناويين تسموا الأغنية الجديدة إيه؟ مش الاغنيه الاولانيه كان اسمها جبنه جبنه؟ يبقى التانية ما جبناش جبنة. جبنه جبنه والهم تعبنا. والكلمات علينا كمان يا عمنا. ها مرضي؟ أمين. قلت إيه يا فنان؟ أنا بقول نقرا الفاتحة. لا، فتحة وبابا وماما مش موجودين. مش دي. جبنا وجينا وكسبنا وعدينا، جبنا وجينا وكسبنا وعدينا. أما أبوس إيدك، إحنا قاعدين في كافيه محترم ومش عايزين فضايح، ماشي؟ قبل أم زكية كويس، وبلاش جو الأرملة السوداء في التعامل ده والنبي. سمير، عيون الفيروس. انت مش ملاحظ اني سيبتك تقول فكرتك كاملة وما قطعتكش؟ ما دي حاجة قلقاني جدا الصراحة. يبقى احذرني يا سمير، عشان أنا ما بعتمدش أسماء. إيه ياما في إيه؟ إحنا قاعدين تحت نفق الطلبية. جم أهم. ما تجيبيش بقى سيرة الفيروس في نيكاراجوا ونفق الطلبية والحاجات دي. ها؟ سلام عليكم. ازيك يا حاجي؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ربنا يهديك ياما وما تطلعيش الفيروس اللي جواكي. ازيك يا طنط؟ أهلا يا روحي. مالها البت دي بتسلم عليا بطراطيف صوابعها كده ليه؟ وجعتها سودا ويومها طين. رقيقة ياما، رقيقة، وانت أول مرة تشوفيها وما تنسيش. ها؟ يوه يقطعني، كنت هنسي. لا، أبوس إيدك. هو في حاجة يا جماعة؟ مالكم قلبين وشوشكم ليه من ساعة ما جينا؟ لا يا طنط أبدا. هي أمي كده. يعني لما بتعجب بحد صوتها بيوطى كده، ولما بتنبهر بقى بتقطع نفس خالص. ربنا يقطع نفسها كمان وكمان. بس يا ماما بس. انتي مش شايفة الولية قلبة وشها من ساعة ما جينا ازاي؟ طب أنا وزكية هنقعد مع بعض على الترابيزة دي. ربنا يستر يا سمير، أنا خايفة من لقاء القطبين ده. سيبيهم بقى يتنافروا ولا يتجاذبوا بعيد عننا. حبوا بعض ياما، ها؟ حبوا بعض. ياما؟ ايه ياما دي؟ مالك يا اختي؟ ما نمو فين البروبلين؟ بروبلين؟ هو سمير خريج ايه؟ عندك يا اختي اسأليه. هو قال لي ما تتكلميش ياما. يعني ايه ما تتكلميش؟ امال نتعرف على بعض ازاي؟ ده انا حتى ما اعرفش اسمك. ايه الولية دي؟ حد قالك يا اختي ان انا جاي اتعرف؟ هما الكلمتين اللي هيقولوهم لبعض. حصل قبول هناخد البنت بشنطة هدومها، ما حصلش قال يا نحلة لا تجرسيني ولا عايز عسل منك. ايه ده المستوى ده؟ لا مستوى ولا ميزانية. في ايه بس يا ماما؟ ياما عملتي ايه؟ هد اللعب بقى شوية، ده خلاص الحكم هيصفر، مش عاوزين فاولات. ده انا بقول لها سمير خريج ايه وما خلصتش. أنا ببيع جبنة يا حاج. تاجر يعني؟ أيوة تاجر. لا، ببيع جبنة ورا تلاجة في سوبر ماركت، اللي هو دقت دي يا هانم، خد لحسة يا بيه كده يعني. أنا بنتي خريجة إعلام تتجوز بتاع جبنة؟ وماله يا أختي بتاع الجبنة؟ ياما استني بس يا ماما اسمعيني طيب. إيه يا زكية المستويات دي؟ واصحابه بقى يبقوا إيه؟ بتوع ترشي؟ مش كنت جبت سيرة حاجة عدلة؟ اهو جايلك بتاع الطرش اهو. يا استاذ مش هينفع كده حضرتك. الله يخرب بيتك يا معتز. وعرسنا كحيل العين وعروسته حلوة وذكية. لا 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 لا. مبروك يا خالتي، مبروك يا خالة اسكندرية. ألف مبروك يا سمرة. هات بوسة. ألف مبروك يا ميزو، أول مرة تعمل فيها حاجة عدلة في حياتك يا مناي. كيد العزال أنا من يومي. أيوة افرحي يا أم زكية افرحي، عنده بيت أم سمير. هاي الشجرة طرحت طراطير. هاي زكية يلا نمشي من هنا حالا. زكية يا زكية، البت راحت فين؟ يا عم سيبني أنا في الفرح بقى، خش شوفها في الباثروم. ما تجودش طيب، مش ناقصة. إيه ده؟ سايبة ورقة؟ اقري معايا كده ياما بس في سرك. فيروس، لو عاوز تتقدم لعروسة تعال اطلب ايديها مني انا أليخاندرو. أما البت اتخطفت مننا. بقولك ايه، جهزي عدة الشغل يا فيروس.